يبدأ الفيلم في مقر الاستخبارات البريطانية، وبنشوف العميل نيسان رايح لمكتب مدير المخابرات واللي بيكون اسمه نايتون، وبيعرفه نايتون انه في قضية غامضة جدا هيكون مسؤول عنها، وبيعرفوا إن في شنطة اتسرقت فيها حمولة كبيرة من مختبر علمي عن طريق مجموعة من المسلحين، وبيعرفوا كمان إن الحمولة دي حتى المخابرات ما تعرفش هي عبارة عن إيه، وبيعرفوا إن دي قضية مهمة جدا وحساسة لأن الحمولة دي كان عليها حراسة مشددة، وده خلى المسلحين يقتلوا 20 شخص عشان يقدروا يسرقوها، والشنطة دي مقدرة بمليارات الدولارات. فبيوافق نيسان على المهمة وبيديله المدير لستة عشان يختار عميل شريك معاه في القضية، فبيختار أورثون لأنه عميل ممتاز وذكي جدا واشتغل معاه في قضايا كتير قبل كده. فنايتون بيحييه على اختياره وبيطلع نيسان من المكتب وبيفكر هيبدأ منين. بعدها بيقرر إنه هيسافر المغرب علشان يشوف أورثون لأنه بيكون في أجازة بره إنجلترا، وبيعرفه موضوع القضية وبيديله الملف بتاعها، وكمان بيديله لستة فيها أسماء الأغنياء والمستثمرين المشكوك فيهم، لأن المخابرات بتتوقع إن الأسماء دي عاوزة تسرق الحمولة اللي هم لسه مش عارفين فيها إيه. وبيطلب نيسان من أورثون إنه يلبس ويجهز لأنهم مسافرين بطيارة خاصة لأسبانيا علشان يبدأوا المهمة. فبيجهز أورثون وبيركبوا الطيارة وبيوصلوا فعلا أسبانيا، وهناك بيقابلوا العميلة سارة والعميل جيجي واللي بيكونوا شغالين لصالح المخابرات الأمريكية، لكنهم هيتعاونوا معاهم في القضية لأنها قضية في غاية الأهمية. والعميلة سارة بتقول إنه عندها معلومات مؤكدة إن في تاجر متنقل جاي لأسبانيا النهاردة وهتكون معاه الحمولة، فمطلوب منهم ينتظروه ويراقبوه كويس جدا ويعرفوا هو مين وهيعمل إيه بالحمولة. وفعلا بيبدأوا يدخلوا المطار، وبتكون سارة قاعدة بتراقبهم بجهاز اختراق الكاميرات، وبتقدر باستخدام الجهاز ده تحدد وش التاجر المتنقل واللي بيكون معاه الحمولة وشايلها في شنطة جلد. في نفس الوقت ده بيظهر نيسان واللي بيكون قاعد في عربية مجهزة للمراقبة وإدارة العمليات اللي زي كده، وبيكون أورسون وجيجي موجودين جوه المطار علشان يوصلوا أخبار التاجر أول بأول. لكن الصدمة بتحصل لما أورسون بيكتشف إن مايك العميل الأمهر متواجد في المطار معاهم، ومعاه فريق عمل كامل لنفس السبب. وبكده أورسون يبقى بيواجه مايك وفريقه وكمان التاجر، يعني اليوم مش معدي. لكن بنشوف مايك وفريقه بيتصرفوا بشكل خسيس وبيضربوا العميلتين اللي في فريق أورسون بالصعق الكهربائي، وأورسون بعدها بيضرب 2 من رجالة مايك بيكونوا ماشيين وراه، وبتكون بداية الحرب ما بينهم. وبنشوف رجالة مايك مخترقين كاميرات المراقبة اللي في المطار هما كمان، وبيكون التاجر أخد حمولته وخرج من المطار، وبيمشي وراه 2 من رجالة مايك علشان ياخدوه في عربيتهم، لكن بيجي من وراهم أورسون وجيجي بيطاردوهم وبيضربوهم وبياخدوا التاجر منهم وبيركبوه في عربية تبعهم. لكن عربيات فريق مايك مش بتسكت وبتكمل مطاردة لعربية أورسون. في اللحظة دي بيفتح أورسون الحمولة وبيلاقي فيها هارد ديسك الكمبيوتر، وبيكتشفوا إن التاجر مجرد بيوصل الحمولة وبس، وإن هو نفسه ما يعرفش هي عبارة عن إيه، وبيكون رايح لأسبانيا يوصلها لواحد ما يعرفوش أصلا، وبيعرفهم المكان والزمان، وبعدها على طول بيموت لأنه بيكون كبير جدا في السن ومش متحمل أي حاجة. وفريق أورسون ومايك قاموا بالواجب معاه على الآخر. بتقدر عربية مايك توقف عربية أورسون فعلا وبيطلبوا منهم الهارد ديسك، لكن أورسون بيطلع أذكى منهم وبيديهم هارد ديسك فاضي على أساس إن هو الأصلي، وبياخدوه وبيمشوا. وفريق أورسون بيحاولوا يفتحوا الهارد الأصلي، لكن سارة بتلاقي إنه محتاج باسورد وبتكون مجهزة هارد ديسك تالت فاضي، وبتديه لنيسان عشان يروح يقابل التاجر بيه على أساس إن هو اللي هيستلم منه. وبيروح نيسان فعلا يقابل الراجل علشان يسلم الحمولة، وقدر يحدد هو مين بجهاز تحديد الوجوه، وعرف إن اسمه بن وإنه محامي ومستشار لملياردير كبير جدا اسمه جريج وكمان تاجر سلاح. وجريج ده هو الوسيط اللي في صفقة بيع الهارد مع بن، وبنعرف ان بن هو اللي بيتمم كل الصفقات المشبوهة اللي بيحاول جريج يعملها، وبيعرفوا ان جريج هو اللي معاه كلمة السر اللي هيفتحوا بيها الهارد. وبيكون فريق أرسون بيجهز نفسه عشان رايحين يحضروا حفلة لجريج عاملها لجمع تبرعات لضحايا الحروب، وبيكون هدفهم من الحضور هو اختراق موبايل جريج علشان يوصلوا لكل أرقامه السرية ويعرفوا معلومات أكتر عن الصفقة. وبيقرروا انهم يسافروا أمريكا الأول يقابلوا الممثل المفضل لجريج داني ويعرضوا عليه انه يحضر الحفلة معاهم، لان وجود داني هيشغل جريج جدا وهيساعدهم انهم ينفذوا خطتهم، واللي هي ان أرسون هيعمل نفسه مدير اعمال داني وسارة علشان يشتتوه. وفعلا بيسافروا امريكا وبيقابلوا داني هناك،
وبيرسيه أرسون على الحكاية من أولها، وبيرفض داني في البداية، فأرسون بيهدده لأنه بيعرف إنه على علاقة سرية بمرات أخوه، وبيوافق داني على الفور وبيروح على جنوب فرنسا. وبيكون داني وأرسون وسارة ملازمين بعض في الباخرة، وبيروحوا لجريج واللي بيفرح جدا لما بيشوف داني. وداني بيعرفه على سارة على أساس إنها ماكيلا، وبيعرفه على أرسون على أساس إنه تشارلي. لكن بتحصل صدمة تانية، وهي إن أرسون بياخد باله إن مايك وفريقه موجودين في الباخرة، فبيأمر فريقه إنه يخترق المكتب بسرعة ويزرع مايكات وينفذوا الخطة قبل ما مايك وفريقه يعرفوا، لأن مايك معروف بسمعته الوحشة وطرقه الغير قانونية. في اللحظة دي بتوصل لجريج مكالمة تليفون، وبيديها لمدير أعماله ترد عليها، واللي بتطلع فوق في مكتبه تتكلم وبتستأذن سارة بحجة إنها محتاجة الحمام. وبتطلع ورا مديرة أعمال جريج تزرع جهاز تصنت صغير في المكتب، وبيقدر أرسون يكتشف راجل من فريق مايك عامل فيها جرسون، وبيضربوا بعض لغاية ما بيخلص أرسون عليه وبيحطه على اللانش وبيقلبه في المية وهو مشغل اللانش عشان محدش يشك فيه. وبتنزل سارة ساعتها لداني، وجريج بيعزمهم على رحلة سياحية في تركيا، وبيقولوا له إنهم جايين أكيد، وبيعرفهم جريج على ستاف الأوكرانيين اللي على الباخرة، وبيكونوا هم اللي مصنعين البرنامج اللي على الهارد وهم اللي بيبيعوه، وجريج برضه وسيط بينهم. وبيتجمعوا كلهم عشان يتصوروا مع داني، وبتخلص الحفلة وبيكون جريج في مكتبه مع ألكسندر الأوكراني بيتفاوض معاه على سعر الهارد، وما يعرفوش إن اللي معاهم فاضي أساسا والأصلي مع أرسون. لكن جريج مطمن لأن كده كده الهارد مقفول، وحوارهم بيكون سامعه فريق أرسون كله، لأن سارة قدرت إنها تزرع مايكات في المكتب بالكامل، وكمان عرفت مكان البيت اللي موجودين فيه الأوكرانيين. فبيروح أرسون بشويش للعنوان ده وبيرش غاز منوم من خلال فتحات موجودة في البيت، وبيدخل أرسون وبيخترق كل أجهزتهم، وعلشان يبان إن الموضوع جريمة سرقة عادية بيسرق منهم شوية دهب ومجوهرات وبيمشي. لكن وهو خارج بيقابل حراس وبيهاجمهم، وبيطلع بعدها لسارة وجيجي. بعدها بيبعت جريج لداني وسارة طيارة خاصة عشان تاخدهم على تركيا، وبيكون أرسون والفريق كله مسافر بطيارة المخابرات لتركيا، وبيوصلوا كلهم لتركيا. لكن داني وسارة بيكونوا مع جريج في الفيلا، واللي بياخدهم على الجراج يفرجهم على عربياته، وبيهدي لداني واحدة منهم، وبيخرج مع داني علشان يجرب العربية الجديدة. وفي الوقت ده بتكون سارة وحدها في الفيلا، وبتقدر تخترق كاميرات المراقبة وكل أنظمة الحماية. في نفس اللحظة أرسون بيشوف بين في تركيا ومعاه حارس شخصي، وبيفضل متعقبه لغاية ما بياخد باله، وبيشاور للحارس بتاعه وبيمشي بعيد. فبيعرف أرسون يتخلص من الحارس، وأول ما بيحس بين بخطر بيسرق فيسبا من بنته وما بيعرفش يسوقها، وفي الآخر بيجري بعيد عن المنطقة كلها. لكن أرسون بيكون قدر يقرب منه كويس واخترق موبايله، وبيفضل جيجي متتبع تليفون بين بجهاز الاختراق، وبيقول كل المعلومات لأرسون، واللي بيروح ورا المبنى اللي قال عليه جيجي. وبيكون بين على قمة المبنى، وفي شخص هناك بيكون لابس نفس البدلة بتاعته، فبيطلب منه يصوره للذكرى، وبيتعرف عليه وبحركة خفيفة كده بيغفله وبيبدل موبايل الراجل بموبايله الشخصي، لأنه بيكون فاهم إنه موبايله تم اختراقه. وبعدها بيزق الراجل من المبنى وبيوقعه وبيموت على الفور علشان محدش يعرف يكمل التجسس. وفجأة بيظهر بين وهو بيتهجم على أرسون وعاوز يوقعه من فوق، لكن بيحصل العكس وبين هو اللي بيوقعه. وبيقدر جيجي وأرسون ياخدوا موبايل بين وبياخدوا الجثة يخفوها. في الوقت ده بيتصل مايتون بيهم وبيعرفهم ان الهارد ده عليه برنامج ذكاء اصطناعي رهيب يقدر يخترق البنوك والجهات الحكومية، ويقدر يتحكم في اي وحدة تحكم مفاعل نووي، ولو وقعت تحت ايد شخص شرير العالم كله هيتدمر. فبيتفقوا انهم يكملوا ترتيبات بين، واللي كان رايح يقابل شخص اسمه قاسم علشان يوصلوا بالاوكرانيين ويتمموا الخطة. وبيكون بين لازم يتصل بجريج ياخد الرقم السري منه، وأرسون بيعمل نفسه بين بمساعدة سارة واللي معاها برنامج ذكاء اصطناعي بيغير الصوت. وبيروح أرسون لقاسم وجيجي وبيكون فوق هضبة بالقناصة علشان يقدر يراقب كل اللي بيحصل ويحمي أرسون لو حد اكتشفه. وبيتفق مع قاسم واللي بيكون معاه مجموعة من الأوكرانيين، وبيتصل أرسون في لحظتها بجريج عشان يقوله باسورد الهارد، وبيكتبه فورا والهارد بيفتح، ووقتها بيتحول 10,000 دولار في حساب الأوكرانيين. في نفس اللحظة دي بتقدر سارة تخترق الهارد وتحول كل الفلوس لحساب فريقها. وقتها الأوكرانيين بيلاقوا كل حساباتهم اتصفرت وحد سرق الفلوس، وكمان
وكمان في الوقت ده مديرة أعمال جريج بتبلغه إن داني وسارة مخترقين كل أنظمة الحماية اللي في الفيلا. في اللحظة دي بيكون الأوكرانيين قدروا وقتها يميزوا إن أرسون مش بين وإن تم اختراقهم منه هو، وبيرفعوا عليه أسلحتهم، لكن بيقدر جيجي ينقذه وبيضرب بالقناصة عليهم، وبيقدر أرسون ياخد سلاح من اللي ماتوا ويضرب كام واحد منهم. لكن بيتفاجئوا بفريق مايك جاي بطيارات في مكان الصفقة علشان ينتقموا من أرسون ورجالته اللي سلموهم هارد مزيف وفاضي واخدوا هم الفلوس، وهجموا عليهم بالصواريخ من الهليكوبتر. وأرسون بيقدر ياخد الهارد في عربية وبيهرب، لكن رجالة مايك بتتبعه بالطيارة تفضل تطارده لغاية ما بتقدر توقفه، وبينجحوا في انهم ياخدوا منه الهارد ديسك الاصلي. وبيلاقي أرسون طيارة هليكوبتر فاضية لان مايك رجع بواحدة بس، فبيروح يركبها هو وجيجي وبيروحوا ينقذوا سارة وداني من رجالة جريج، وبيرمي صاروخ على عربية رجالة جريج فبتنفجر، وبيقدر ينقذ سارة وداني وبياخدهم معاه في الطيارة، وبيروحوا على بيت جريج يهددوه ويبتزوه بالمعلومات اللي اخدوها عنه لانهم قدروا يخترقوا كل حساباته وارقامه السرية وكل حاجة، وما بيكونش قدامه اي حل غير انه يساعدهم لانهم كمان بيهددوه انهم هيبلغوا عنه وهيكشفوا كل اسراره ومستنداته المشبوهة وصفقاته الغير قانونية. وارسون بيساوموا علشان يعرفوا مين اللي مشتري للبرنامج ده، فبيعرفهم جريج ان المشتري هم رجالة الاعمال ترينتو وارنولد لان شغلهم كله في البورصة والذهب، والبرنامج ده هيكون مفيد جدا ليهم لانهم هيتحكموا في كل الاسعار بتاعة الذهب والبورصة والاقتصاد العالمي كله. وبيغيروا ساعتها أرسون وجيجي خطتهم وبيظبطوا خطة جديدة، وهي إن جريج وداني يروحوا لترينتو وأرنولد ويبدأوا ينفذوا الخطة. وبيروحوا فعلا لشركة ترينتو وأرنولد، وبيتصدموا لما بيشوفوا هناك مايك والفريق بتاعه قاعدين بيتفاوضوا مع ترينتو وأرنولد على سعر الهارد ديسك، وبيهددهم جريج إنه لو ما خدش عمولته هيدمر لهم شركتهم وهيقتل أهاليهم، وبيعرفهم كمان إن في صواريخ مزروعة قريب من الشركة وممكن تنفجر في أي لحظة. وأثناء كلامه بيفرقع أرسون 3 صواريخ من بعيد، فبيخافوا جدا منه وبيتفقوا معاه انهم هيدوله اللي هو عاوزه. وبعد ما بيدفعوا لجريج المبلغ بينزل داني وجريج في الاسانسير. في الوقت ده بيكون أرسون بيقتل الحراس بتوع الشركة، وبعد ما بيطلعوا داني وجريج من الشركة بيبدأوا فريق مايك وترينتو وأرنولد يضربوا نار على بعض بالمسدسات لغاية ما بيخلصوا كلهم على بعض ما عدا مايك، هو الوحيد اللي بيفضل عايش. وقتها بيكونوا كل حراس الشركة اتقتلوا، وبيطلع أرسون وبيكون قدر يتسلل لمكان مايك وبيشتبكوا مع بعض، وبيتغلب أرسون على مايك وبيقدر ياخد الهارد ديسك منه وبيقتله على الفور. وبعد ما كل ده بيخلص بيروح أرسون يسلم الهارد ديسك للمخابرات الأمريكية، وبيطلع أرسون وجيجي وسارة رحلة للدوحة في قطر بعد المهمة الشاقة دي. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.